السلام عليكم. يا صباح الكحك والبسكوت والغريبة والحاجات الجميلة. كل سنة وانتم طيبين، وطبعا ده الفطار الرسمي في كل البيوت المصرية. النهاردة بقى هنعمل الغدا، والغدا طبعا كل مصر بتاكل رنجة وفسيخ وسمك وسردين وكل الانواع، بقى كل الانواع بتاعت البحريات. فاحنا النهاردة هنعمل غدوة سمك كده بس بطريقة المطاعم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده. أول حاجة في التتبيلة معايا في الخلاط بتاعي معلقتين كبار من هريسة الفلفل، معلقتين كبار من الثوم المفروم، وهحط معلقتين من الملح، معلقة مليانة من الكزبرة، معلقة أو معلقتين مليانين من الكمون، هحط كمان عصير ليمونتين، واحط كوباية صغيرة من الخل اللي هي كوباية القهوة دي. ممكن نعصر ليمونتين او 3. كمان هحضر معايا نص حزمة من البقدونس. هاخد يعني ايه، هشيل العيدان الكبيرة دي مش عايزينها، وهناخد ايه الباقي. كل ده هاخده معايا في الخلاط. انا عايزة التتبيلة بتاعت السمك تكون ناعمة خالص، ما تكونش فيها قطع كده تضايقنا واحنا بناكل، لا حتة توم ولا اي حاجة. هضرب ده كله واديتها بق صغنن خالص من المية بحيث ان هي تسهل على سكينة الخلاط انها تلف. دلوقتي معايا ايه؟ معايا سمك فيليه. انا طبعا يعني حاولت ان انا اجزأ الاكل بتاعي، لان عندنا في جزء كده عنده برد وهياكل اكل تاني خالص، هياكل شوربة وفراخ وحاجات مسلوقة. ربنا يشفيهم يا رب ويشفي كل مريض. اول حاجة انا عايزة اطلع الفيليه بتاعي كريسبي مقرمش مش شارب زيت، فهعمله بالطريقة دي، ركزي معايا. حطيت معلقتين كبار من الدقة اللي احنا عاملينها، نص كوباية من الدقيق وشوية مية. هقلب ده كله بالمعلقة بحيث ان هو يديني عجينة شبه عجينة الايه، الكريب او اتقل سيكة كده. هنزل بقى قطع الفيل اللي انا قطعتها معايا في الخلطة دي، وهسيبها بقى ايه، يعني دي بدأت بيها وهسيبها مثلا للاخر خالص، انا مش هقلي السمك ده غير في الاخر خالص. تاني حاجة بقى معايا السمك البلطي، هسرع عليه كده ليمونتين حلوين، وهفتح الجنب ده والجنب ده كده شق بالسكينة من الناحية دي ومن الناحية دي، وهدخل التتبيلة بتاعتنا. بصوا لونها خطير ازاي، وما فيهاش بقى حتت توم ولا حتت فلفل ولا اي حاجة. وهتبله جوه وبره واسيبه شوية في التتبيلة. لما هاجي اقلي بقى هعمل ايه؟ السمك الفيليه اللي انا حطيته في العجينة دي هطلعه من العجينة، بس هطلع بشوكة بحيث ان هو ما يعجنش كده في ايدي كتل من الدقيق ويضايقني. وهنزل بيه في طبق عليه شوية دقيق وحبة من النشا، معلقة او معلقتين من النشا. عايزة تتبلي الدقيق ده تبليه، بس انا شايفة ان السمك عندي واخد التتبيلة بزيادة، يعني واخد كفايته من التتبيل، فعشان ما يكونش مالح قوي مش هحط بقى اي حاجة تانية في الدقيق. يبقى بنطلعه من العجينة على دقيق ونشا، وبعدين نبدأ نقليه. بننطره كده بالشوكة بحيث ان هو يديني خرفشة. طب هنعمل ايه؟ هنعمل دلوقتي الرز. اولع الرز بقى واسيبه مع نفسه. البصل بتاعي ناعم، انا بحبه ناعم، وهحمره لما يبقى بني غامق، اروح نازله عليه بطماطمايه مبشوره وقرنين 3 من الفلفل الاخضر. الطماطم تتشوح كده هي والفلفل، بعدين هنزل عليهم بمعلقتين من الكمون ومعلقه من السبع بهارات، عبارة عن يعني نص دقيقة بس ريحة التوابل بتاعتي تطلع كده وتفحفح، تاخد تشويحة في قلب الزيت. انزل عليهم بالمية واسيب بقى الكلام ده يغلي، مش هسقط الرز غير لما المية تغلي. طب هنا بقى بحضر ايه؟ هنا بحضر عجينة تانية بس للسمك البلطي، برضو معلقتين من التتبيلة. وهنا اهو الميه غليت، وهنزل الرز عليها واحط له الملح بتاعه، وفي الاول النار تبقى عاليه لحد ما يتشرب، وبعدين هوطي واحط الشياطه تحتيه. هنا حطيت معلقتين من التتبيله، برضو شويه من الدقيق على قد كميه السمك اللي عندك. انا مش عامله سمك كتير فمش هحط دقيق كتير، برضو حوالي كوبايه الا كده. وهزود الميه برضو بحيث ان ايه، اعمل عجينه سنه وسط، مش خفيفة ومش تقيلة. الزيت بتاعه بيسخن، وحطيت له نص ليمونة القشرة بتاعتها،
وهطلع بقى البولتي عكس الفيليه. البولتي الاول من التتبيله على الدقيق وبعدين على العجينه، غير الفيليه. الفيليه بالعكس، الفيليه الاول بنحطه في العجينه وبعدين على الدقيق بالنشا. طب ليه الفرق ده؟ لان الفيليه ملهوش جلد، ملهوش جلد. فانا عايزه اعمل له طبقه خارجيه تكون ايه سميكه كده زي بتاعه المطاعم، كريسبي كده ومش شاربه زيت. اما البولتي فهو ليه اصلا ليه جلد، فانا بالنسبه لي لازم احطه الاول في الدقيق وبعدين من الدقيق على العجينه دي. هقلي كويس من على الجنب ده 10 دقايق، من على الجنب التاني 10 دقايق، وهصفي حلو وبعدين هطلعه. عايزه اقول لكم ان الكفر بتاعه بيكون مقرمش وواخد يعني ايه، ومش شارب زيت، وواخد لون تحفه، وريحته زي بتاع بره بالظبط، ما يفرقش اي حاجه. لو عاوزه تزودي شويه كركم في الدقيق حطي، مفيش مشكله. حضرت طبق السلطه بتاعي، والسلطه عاديه خالص وتقليديه جدا، بس البصل قبل ما انزله على السلطه لازم ادعكه بشويه ملح وفلفل وكمون واعصر عليه نص ليمونه، بعدين اقلبه على السلطه بتاعتي. اهو بنغرف بقى، والسمك بتاعي ده اخر حاجه الفيليه اهو هيطلع برضو هنحطه، بس للاسف ده الطبق ده ما تصورش. كل سنه وانتم طيبين وبالف هنا ليكم يا رب. نسيت اقول لكم بالنسبه للرز، كل كوبايه بتاخد كوبايه من الميه، ممكن يحتاج ازيد شويه صغيرين، ربع كوبايه كمان، ده حسب نوع الرز. فانتي ايه، حطي الاول على القليل وبعدين لو احتاج شويه كمان تحطي له، بس تكون الميه مغليه.